بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي شباب تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. معاكم مستر شريف انجلش تيتشر، والنهارده باذن الله هناخد مع بعض الجرامر الخاص بيونت 8 بالكامل اللي هو تاني يونت في الترم الثاني في فيديو واحد، وان شاء الله يكون مبسط وسهل. كل اللي طالبه منك ورقة وقلم وتركز معايا، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو. يلا نصلي على رسول الله وعلى بركة الله نبدأ. طيب خلينا نقسم الجرامر الخاص بيونت 8 لثلاث اقسام، والثلاثه سهلين ما فيهمش اي حاجه. اول قسم اللي هو قاعده اف الاولى، ثاني قسم اللي هو بعض الافعال اللي بيجي بعديها infinitive او ing، ثالث قسم وهو حاجات بنستخدمها للسبب والنتيجه. والله الثلاثه اسهل من بعض، ما تقلقوش من حاجه خالص. هناخد قسم قسم، ولو انت مذاكر حاجه كويس ممكن تراجعها، او لو حابب تجري الفيديو وتخش على القسم اللي بعده ليك الحريه تماما. طيب خلينا نبدا في اول قسم واللي هو if، قاعدة اف الشرطية. خلينا ببساطة كده نعرف قاعدة اف الشرطية الأولى بتتكون من إيه أو بنستخدمها في إيه. أول حاجة بالعربي كده، تخيل معايا إن أنا بقول لك لو ذاكرت كويس هتجيب درجات عالية، أو مثلا لو قلت لك لو الدنيا مطرت مش هنقدر نخرج. نفهم من هنا إن لو في فعل أو حدث حصل هيترتب عليه حدث تاني هيحصل. تمام؟ لو ذاكرت كويس هتنجح، لو الدنيا مطرت مش هنعرف نخرج، لو بطلت اكل غير صحي جسمك هيبقى مظبوط. يعني هنا حدث هيحصل او حاجه هتحصل، بالتالي نتيجه ليها او حدث تاني هيحصل، وهو ده استخدام القاعده الخاصه باف. يبقى قاعده اف الاولى قلنا حدث هيحصل وبالتالي او نتيجه ليه حدث تاني هيحصل. طيب خلينا بقى نشوف تكوينها في اللغه الانجليزيه. خلينا اقول لك اول حاجه بنحط اف او when. اف او when يعني ممكن يجي لك اف وممكن يجي when، الاثنين صح مفيش اي مشكله. وبعد كده البريزنت سامبل، وبعد كده نحط كوما، والجمله الثانيه will او will not والمصدر. تاني عشان ما تتلخبطش، اول حاجه if او when، يعني لو لقيت when ما تتخضش خالص، الاثنين صح ومفيش اي مشكله. يبقى if او when، بعد كده present simple اللي هو المضارع البسيط، وبعد كده تحط كوما، وبعد كده ايه؟ بعد كده will او will not اللي هي النفي بتاعها والمصدر. جميل جدا. وقبل will او will not طبعا بيكون في ايه؟ بيكون في فاعل اللي هو الشخص اللي بيعمل الحاجه. يبقى تاني present simple كوما subject will او will not والمصدر. حلو جدا. طيب يا مستر معلش انا ناسي present simple، ممكن تفكرني بيه؟ حاضر، عينيا الاثنين. present simple زمن سهل جدا وهو المضارع البسيط، زي ما اتعلمنا قبل كده، اللي هو بيتكون من ايه؟ السبجكت. يعني ايه السبجكت؟ يعني الشخص اللي بيعمل الحاجه اللي هو الفاعل. الفاعل ده ممكن يكون ضمير زي I you he she it we they، او ممكن يكون اسم شخص عادي زي علي عمرو محمود، اي اسم عادي خالص، وبعد كده التصريف الاول للفعل. بس كده بس كده. طيب في ملحوظه صغيره عايز اقول لك عليها، ان مع هي او شي او ات او اي اسم مفرد بنحط للفعل اس او اي اس او اي اي اس. زي ما اقول I play football with my friends on Fridays، يعني انا بلعب كره مع اصحابي ايام الجمعه. طيب ممكن اقولها ايه لما اقول هي مثلا او شي؟ هقول ايه؟ he plays ضفت اس football with his friends on Fridays، هو بيلعب كوره ايام الجمعه مع اصدقائه. طيب هنا ضفت اس، اللي احنا قلنا مع هي او شي او ات بنضيف اس او اي اس او اي اي اس للفعل. طيب ممتاز جدا جدا. طيب خليني اقول لك نفي البريزنت سامبل. طبعا في البريزنت سامبل بننفي بدونت او دونت او doesn't، وبيجي بعديهم المصدر. طبعا doesn't مع هي وشي وات، واي حاجه ثانيه بيبقى don't، والاثنين بيجي بعديهم المصدر الفعل بدون اي اضافات. يبقى كده عرفنا تكوين البريزنت سامبل. طبعا استخداماته زي ما احنا عارفين بنستخدمه مع العادات او الروتين او مع الحقائق العلميه. طيب ده باختصار كده البريزنت سامبل اللي انت المفروض تستخدمه في قاعده اف الاولى اللي هيجي بعد اف. طيب يبقى نخش تاني على الجمله بتاعتنا اللي احنا قلنا تكوينها ازاي في اف. قلنا اف والبريزنت سامبل، وبعد كده كوما، وبعد كده ايه؟ بعد كده will او will not والمصدر. طب خلينا بقى نشوف جمله كده نشوف هنكونها ازاي. لما اجي اقول لك if you study hard you will pass the exam، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو ذاكرت بجد هتحصل ايه او هيحصل ايه؟ هتنجح او هتعدي في الامتحانات. حلو جدا. تعال بقى نشوف الجمله دي بتقول ايه. if هي اللي احنا خدناها، بعد كده you ده ايه؟ ده subject. if you study اللي هو ايه؟ يذاكر، وحطينا هنا التصريف الاول في البريزنت سامبل عادي زي ما اتفقنا. يبقى if you study hard، ادي كده الجمله الاولانيه، تحط كوما، بعد كده you السبجكت او الفاعل تاني، will ها ايه؟ المصدر، pass هتنجح، دي exam هتنجح في الامتحان. تمام جدا جدا. طيب الجمله اللي قلناها دي لو عايز انفيها، يعني عايز اعكسها، مثلا نقول لو ما ذاكرتش كويس مش هتنجح، هقولها له ازاي؟ طيب خلينا نشوف. if you، طيب هننفي study ازاي؟ فتبقى if you don't study hard، لو ما ذاكرتش بجد. طيب الجمله الثانيه you won't او will not، want اللي هي اختصار will not، ها
pass the exam. مش هتعدي أو مش هتنجح في الامتحان، أو ممكن أقول you will fail the exam. يعني أنت إيه؟ هترسب في الامتحان. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى لو عملت حاجة هيحصل لها نتيجة الناحية التانية، هو ده. وحتى بالعربي كده هي شرحة نفسها، لو ذاكرت هتنجح، لو عملت كذا هيحصل كذا، فواضح جدا وهي سهلة. طيب جميل. وخلي بالنا يا شباب ان طبعا ممكن if او when يجوا في وسط الجملة عادي، مش لازم يجي في اول الجملة. طيب نشوف ازاي. يعني الجملة اللي احنا قلناها من شوية if you study hard you will pass the exam. لو جينا قلنا you will pass the exam، انت هتنجح في الامتحان if you study hard، عادي جدا. حطينا الجملة الثانية في الأول والجملة بتاعت if بعديها على طول، ولكن هنا خلي بالك مش بنحط كاما، هنا بدون كاما. لكن الجملة الأولانية حطينا كاما بين الجملتين، تمام. if you study hard كاما you will pass the exam. الجملة دي you will pass the exam من غير كاما if you study hard. تمام يا شباب؟ طيب يا شباب حلو جدا لحد كده. خلينا نشوف تكوين السؤال مع if بنعمله ازاي. طيب عندنا نوعين من الأسئلة، yes or no question اللي هو السؤال بنعم أو لا اللي هو إجابته نعم أو لا، والسؤال العادي اللي هو WH word أو WH question. طيب خلينا نبدأ ب yes or no question. طيب خلينا بالراحة كده نشوف جملة باستخدام قاعدة if الأولى ونكون عليها سؤال نشوف هنعمل إيه. لو جينا قلنا الجملة دي if she arrives we will start the meeting. if she arrives اللي هي وصلت، وخلي بالك arrives ضفنا لها s لأن دي she قلنا مع هي أو she و it بنضيف s أو es أو ies للفعل. تمام. if she arrives لو هي وصلت هنعمل إيه؟ we will start the meeting هنبدأ الاجتماع. أنا بقى عايز أكون سؤال، عايز أقول هل إحنا هنبدأ الاجتماع لو هي وصلت؟ عايز أكون السؤال ده. طيب يعني الجملة الثانية اللي هي لو هي وصلت، إحنا هنشوف هنا فين ال helping verb. well طبعا ده ال helping verb، فطبعا إحنا عارفين تكوين السؤال بنحط ال helping verb at the beginning of the sentence في بداية الجملة. أنا عايز أسأل هنا هل إحنا هنبدأ الاجتماع لو هي وصلت؟ طب خلينا نشوف هنقول إيه. هنحط well في بداية الجملة زي ما اتفقنا، ال helping verb هتبقى well، بعد كده well we start the meeting if she arrives. هل هنبدأ الاجتماع لو هي وصلت؟ طيب عملنا ايه هنا؟ زي ما اتفقنا حطينا well او ال helping verb at the beginning of the sentence في بداية الجملة. بعد كده الجملة الأولانية خالص اللي هي ايه؟ اللي أنا بسأل عنها. طيب حلو، يبقى هنقول تاني حطينا ال helping verb at the beginning of the sentence الفعل المساعد في بداية الجملة اللي هو well. تمام. وانا عايز اسال هل احنا هنبدا الايه؟ الاجتماع، فاقول well وبعد كده السبجكت اللي هو الفاعل will we start the meeting وبعد كده الجمله الثانيه if she arrives early هل هنبدا الاجتماع لو هي وصلت بدري، والquestion mark كده سؤال. يبقى عرفت عملنا ايه؟ جبنا well at the beginning of the sentence وبعد كده السبجكت وبعد كده كونت السؤال وكملنا بالجمله الثانيه. طيب بالنسبه بقى لل WH question هو بالظبط، بس الفكره انك هتحط قبل well اللي حطيناها في بدايه السؤال هنحط ال WH question. طيب نشوف ازاي. زي ما اقول لك مثلا what will we do if it rains tomorrow. what will we do if it rains tomorrow هنعمل ايه لو مطرت بكره. يبقى تاني حطينا what بعد كده ال helping verb well what will we do هنعمل ايه if it rains tomorrow لو مطرت بكره. طيب جميل جدا جدا. يبقى كده يا شباب عرفنا ازاي نكون السؤال سواء yes or no question. قلنا بنحط well at the beginning of the sentence بعد كده الفاعل بعد كده المصدر وبعد كده الجمله الخاصه ب if. انا مش عايزك تحفظ حاجه، انا عايزك تكون فاهم. وطيب وال WH question بنعمل ايه؟ بنحط نفس التكوين ولكن قبليها ال WH word اللي هو مثلا what او where او اي حاجه. زي ما قلنا هنحط WH word بعد كده well وبعد كده السبجكت وبعد كده الانفينيتيف او التصريف الاول وبعد كده بنحط ايه؟ بنحط جمله if او when عادي جدا. طيب جميل جدا جدا كده يا شباب. يبقى الحمد لله خلصنا اول جزء اللي هو الخاص بقاعده if. خلينا ندخل على تاني جزء دلوقتي وهو الافعال اللي بيجي بعديها to والمصدر او verb ing او افعال بيجي بعديها to والمصدر وverb ing الاثنين مع بعض. طيب واحده واحده كده خلينا نعرف اول جزء اللي هو الافعال اللي بيجي بعديها to والمصدر. انت كل اللي عليك في الجزء ده انك هتحفظ الافعال دي وتعرفها عشان لو جات لك تبقى عارف ان الافعال دي بيجي بعديها to والمصدر. يعني ده دورك انت انك تحفظهم. انا هقولهم لك وهكتبهم لك على الشاشه، لو عايز تاخدهم سكرين شوت تمام، لو عايز تكتبهم بخط ايدك وده يفضل طبعا علشان تتمرن عليهم يكون احسن كتير. طيب نبدا بمجموعه الافعال. اول حاجه عندنا agree اللي هو الفعل يوافق، ده بيجي بعديه to والمصدر، وكل اللي هقوله لك ده زي ما اتفقنا بيجي بعديه to والمصدر. عندنا fail اللي هو يفشل فيه، وعندنا plan يخطط برضه to والمصدر. عندنا ask يسأل أو يطلب، hope يأمل، refuse يرفض، threaten يهدد، intend ينتوي، choose يختار، decide يقرر، need يحتاج، want يريد، wish يتمنى، في learn يتعلم، expect يتوقع، encourage يشجع. في معانا manage اللي هو يتمكن، invite يدعو،
وبعد كده اخر حاجه معانا اللي هي offer يعرض. كل الافعال دي بيجي بعديها to والمصدر. مثلا ممكن اقول لك مثال سهل جدا لما اقول لك I want to travel with my father. انا عايز اسافر مع والدي. I want to، خلي بالك قلت want و to والمصدر. I want to travel جت في المصدر. طيب جميل جدا. يبقى كده مجموعه الافعال دي كل اللي عليك تحفظها وتعرف ان بيجي بعديها to والمصدر. خلينا دلوقتي ندخل على مجموعه الافعال اللي بيجي بعديها verb ing. عندنا avoid يعني يتجنب، وfinish يعني ينهي، وpractice يعني يمارس. في معانا consider يعني يفكر، وimagine يعني يتخيل، وفي recommend اللي هو يوصي، وفي عندنا deny اللي هو ينكر. كل ده بيجي بعديه verb ing. في suggest اللي هو يقترح، وinclude يشمل أو يتضمن، وعندنا dislike اللي هو لا يحب، وعندنا keep اللي هو يظل أو يستمر، وفي بعد كده معانا admit اللي هو يقر أو يعترف، وenjoy اللي هي يستمتع، وآخر فعل معانا اللي هو mind يعني يمانع. كل الأفعال دي زي ما قلت لك بيجي بعديهم verb ing، وبرده كتبهم لك على الشاشة، وكل اللي عليك تحفظهم وتفرق ما بينهم وما بين الأفعال اللي بيجي بعديها to والمصدر. جميل جدا. خلينا دلوقتي ننتقل للنقطة اللي بعد كده، وهي أفعال بيجي بعديها verb ing أو to والمصدر. ينفع to والمصدر وينفع verb ing، وده ما بيغيرش المعنى. بيجي بعديها تاني to والمصدر او verb ing والمعنى ما بيتغيرش. طيب ايه هي الافعال دي؟ الافعال دي اللي هي begin او start اللي هي يبدا، hate يعني يكره، love يعني يحب، continue يستمر، like يعني يعجب او يحب، prefer يفضل. كل دي بيجي بعدهم يا اما verb ing يا اما to والمصدر عادي. ولكن اقول لك ملحوظتين صغيرين كده. افعال زي prefer او love او like لو جه قبليهم would هنقول to والمصدر بعد الفعل. يعني ايه؟ يعني بقول لك مثلا I would like هقول لك to والمصدر. يعني مثلا لما اقول لك I would like to eat out today، انا عايز اكل بره النهارده، او انا حابب اكل بره النهارده. عملنا ايه؟ عشان قلنا لو جه قبل الفعل من الافعال دي اللي هو like او love او prefer would بيجي بعدهم الفعل في المصدر فقط to والمصدر. يبقى اقول I would like to eat out today to والمصدر. طيب حلو جدا. خلي بالنا برضو فعل زي start او begin اللي هو معناهم يبدا، لو ضفنا لهم ing في زمن مثلا present continuous هيجي بعديهم to والمصدر. هيجي هنا بعديهم to والمصدر فقط، مش هيجي بعديهم verb ing. تمام؟ يعني مثلا لما اقول the rain is starting to fall، the rain is starting to fall المطره بدات في ايه؟ في الهبوط. انا عملت ايه هنا؟ the rain is starting، الفعل هنا start ضفنا له ing لان ده present continuous. starting جه بعدها ايه؟ to fall. فاذا begin او start لو ايه متضاف لهم ing هيجي بعديهم to والمصدر. طيب جميل جدا. طيب يا شباب خلينا ندخل في اخر نقطه في الجزء ده، وهي الافعال اللي بيجي بعدها verb ing او to والمصدر ولكن المعنى بيختلف. يعني لو جه الفعل بعديه to والمصدر هيبقى بمعنى، ولو جه الفعل بعديه verb ing هيبقى بمعنى تاني. طيب اول فعل معانا وهو remember اللي هو يتذكر. طيب يتذكر ده لو جه بعديه to والمصدر ده معناه انك تفتكر حاجه المفروض هتعملها بس لسه ما عملتهاش. يعني لما اقول لك I must remember to call my mother tonight، I must remember to call my mother tonight، انا لازم افتكر ان انا اكلم والدتي الليله. فهنا انت بتفتكر حاجه لسه هتعملها، يبقى remember to والمصدر بتفتكر انك هتعمل حاجه لسه ما عملتهاش، بتتذكر انك هتعمل حاجه لسه ما عملتهاش. زي ما قلت لك I must remember to call my mother tonight، انا لازم افتكر اكلم ماما الليله. تمام؟ طيب لو جه remember وبعديها verb ing هنا المعنى بيتغير ازاي؟ هنا معناها انك بتتذكر او بتفتكر حاجه عملتها قبل كده زمان. زي ايه؟ لما اقول لك مثلا I remember visiting، خلي بالك visiting جت ايه؟ بعديها ing. I remember visiting أسوان when I was young، أنا افتكرت لما زرت أسوان لما كنت صغير. عملنا إيه هنا؟ جه بعد remember الفيرب ing. يبقى عرفنا الفرق بين remember لما يجي بعديها to والمصدر وverb ing. أول واحدة بتفتكر حاجة تعملها لسه ما حصلتش، الثانيه بتفتكر حاجه انت عملتها زمان. طيب يا شباب تاني فعل معانا هو forget اللي هو ينسى. طيب forget لو جت بعديها to والمصدر دي هنا بتيجي بمعنى انك نسيت تعمل حاجه كان المفروض تعملها مثلا. يعني ايه؟ يعني بقول لك I forgot ده الماضي بتاع forget، يبقى I forgot to send the email، أنا نسيت أبعت الإيميل. I forgot to والمصدر اللي هو send the email. طيب جميل جدا. يبقى أول حاجة لو جت forget وبعدها to والمصدر معناها إن أنت نسيت تعمل حاجة. طيب لو جه بعد forget verb ing دي معناها إيه؟ معناها إنك نسيت إذا كنت عملت الحاجة دي ولا لأ. يعني إيه؟ يعني لما أقول لك مثلا أنا نسيت أنا قفلت الباب ولا لأ، أنا هروح إيه؟ أتأكد. هنقولها إزاي؟ هقول مثلا I forgot أنا نسيت locking the door and went back to check ورحت علشان أتأكد. يبقى هنا اللي جه بعد forgot I forgot إيه؟ locking اللي هو lock يقفل أو يغلق، ضفنا لها ing بقت locking. I forgot locking the door أنا نسيت أقفل الباب ورجعت عشان أتأكد. يبقى هنا دي معناها إنك نسيت إذا كنت عملت الحاجة أو لأ. لكن أول معنى
نسيت تعمل الحاجة من الأساس. تمام، كويس جدا. طيب تالت فعل معانا هو stop. طيب stop لو جه بعديها to والمصدر ده بيجي بمعنى انك توقفت لفعل شيء. طيب يعني ايه مثلا؟ يعني انت كنت بتتمرن مثلا ووقفت عشان تشرب ميه، وقفت التمرين stop to drink وقفت عشان تشرب ميه. او ممكن برضو نقول she stopped to answer a phone call during the meeting، يعني هي وقفت الاجتماع علشان ترد على التليفون. يبقى stop عشان تعمل حاجة تانية، دي stop to المصدر. طيب stop وverb ing دي بقى معناها ايه؟ معناها انك بطلت تعمل الحاجة دي نهائي. يعني انا مثلا بطلت اشرب سجاير، هقول ايه؟ stop smoking. هقول مثلا he stopped smoking last year for health reasons، يعني هو بطل تدخين السنة اللي فاتت لإيه؟ لأسباب صحية. حطينا ايه بعد stop هنا؟ الفيرب ing smoke بقت smoking. ليه يا شباب؟ علشان ده هو بطل حاجه بيعملها نهائي. يبقى في فرق بين stop to والمصدر ان انت وقفت عشان تعمل حاجه وهترجع تكمل تاني، او stop والفيرب ing معناها انك وقفت الحاجه دي نهائي. طيب يا شباب كويس جدا، يبقى احنا كده خلصنا اول جزء اللي هو if الشرطيه الاولى، وبعد كده خلصنا تاني جزء اللي هو الافعال اللي بيجي بعدها to والمصدر او فيرب ing. فاضل تالت جزء هو بسيط جدا، وهو ازاي نعبر عن السبب او التناقض في اللغه الانجليزيه. بسيط جدا جدا، نركز معايا مش هناخد فيه اكتر من 3 دقائق. طيب اول حاجه لما نيجي نعبر عن السبب في 3 حاجات بنقدر نستخدمهم. ايه هم؟ عندنا because وعندنا this is because وعندنا that's why. because و this is because و that's why. طيب خلينا نشوف واحدة فيهم. أول حاجة because دي بنستخدمها ازاي وبتيجي ازاي في الجمله؟ انا مش عايز اقول لك بيجي subject بعد كده verb بعد كده because بعد كده subject بعد كده verb، مش عايزك تحفظ الكلام ده كله، انا عايزك تبقى فاهم. انسى الكلام ده. جمله عاديه خالص لما اجي اقول لك مثلا I stayed at home because it was raining. I stayed at home because it was raining. انا فضلت قاعد في البيت ليه؟ لان الدنيا كانت بتمطر بره. طيب عملنا ايه هنا؟ قلت لك الجمله الاولانيه اللي هي I stayed at home، انا فضلت في البيت او بقيت في البيت because، وبعد كده الجمله الثانيه اللي هي ايه؟ it was raining لانها كانت بتمطر. ما جيتش قلت لك بقى حفظك هنا السبجكت والفيرب وبعد كده because وسبجكت فيرب، ما هو طبيعي دي جمله، والناحيه الثانيه طبيعي جمله، فالسبجكت والفيرب. تمام، يبقى هنا بنربط ما بين الجملتين باستخدام because عشان تدي سبب. انا ما نزلتش او انا في البيت لان الدنيا بره بتمطر. طيب عندنا تاني حاجه يا شباب زي ما قلنا this is because. طيب دي بستخدمها في ايه؟ عشان برضو اعبر عن السبب او اقول السبب. طيب ايه الفرق ما بينها وما بين because؟ اول حاجه because قلنا بنربط جملتين ببعض. طيب this is because دي بستخدمها لما اقول جمله وبعد كده اقول السبب في الجمله اللي بعدها، يعني جملتين منفصلتين. طيب ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا لما نقول the streets are wet الشوارع مبلله، دي جمله خلاص انتهت وحطيت نقطه. الجمله اللي بعديها بقول السبب ليه مبلله. this is because it rained last night كانت بتمطر امبارح او الليله الماضيه. يبقى تاني الفرق ما بين because و this is because بستخدمها ان انا اقول السبب وبربط ما بين الجملتين، ما بحطش نقطه ولا حاجه ولا بفصل ما بين الجملتين. طيب this is because انا قلت الجمله، في الجمله اللي بعديها بقول او بوضح السبب. طيب انا قلت الجمله الاولانيه اللي هو the streets are wet الشوارع مبلله وحطيت نقطه خلاص نهايه الجمله اللي بعديها this is because it rained last night ان هي كانت بتمطر امبارح. طيب كويس جدا. طيب تالت حاجه عندنا يا شباب وهي that's why. طيب دي بستخدمها برضو مع جمله منفصله علشان اوضح النتيجه. زيها زي this is because بس ايه هنا بوضح النتيجه. طيب ازاي الكلام ده؟ يعني لما اقول لك she studied hard هي ذاكرت بجد that's why نتيجه لهذا او لذلك حصل ايه؟ she passed the exams هي نجحت في الامتحانات. يبقى قلنا she studied hard هي ذاكرت بجد that's why نتيجة لهذا أو لذلك اللي حصل she passed the exam هي نجحت أو عدت في الامتحانات. طيب حلو جدا يا شباب، يبقى كده عرفنا because و this is because و that's why. طيب 3 نرجع لهم سريعا. because عشان نربط بين جملتين ونقول السبب. طيب this is because علشان نقول الجملة ونيجي في الجملة اللي بعديها ونعطي السبب وبنحط نقطة بين الجملة الأولانية والثانية. وبعد كده ثالث حاجة اللي هو that's why دي بنقول النتيجة برضو جملتين منفصلتين لإعطاء نتيجة ليه أو لذلك. طيب ندخل بعد كده على آخر جزء معانا وهو تعبر عن فكرتين متناقضتين. طيب إزاي؟ عندنا حاجتين هنستخدمهم however أو nevertheless. طيب الاتنين بيعبروا عن نفس الحاجة. طيب خلينا نشوف كده أول واحدة
however بستخدمها ازاي؟ بستخدمها برضو ان انا بقول جمله كامله وبعديها بقول في الجمله اللي بعديها، يعني انا بقول الجمله الاولانيه وبنهيها وبحط نقطه، وبعد كده في الجمله اللي بعديها بقول however وبقول او بشرح التناقض او بقول التناقض. طيب ازاي الكلام ده؟ يعني زي ما اقول the weather is cold، the weather is cold، الجو ساقع او جو برد. however ومع ذلك they went to the beach، هم راحوا الشاطئ، يعني الجو برد والفكره الثانيه متناقضه، المفروض الجو برد ما تروحش الشاطئ، لا هنا بقى بنعبر عن فكرتين متناقضتين. انت قلت الجمله الاولانيه the weather is cold، الجو برد، ونهيت الجمله وحطيت نقطه. الجمله اللي بعديها however ومع ذلك وتحط كوما they went to the beach، هم راحوا الشاطئ، بنعبر عن فكرتين متناقضتين. الجمله الاولانيه نهيناها خلاص وبدانا الجمله الثانيه وحطينا however والكوما وقلنا التناقض. طيب حلو جدا. طيب بالنسبه nevertheless هو بالظبط نفس الاستخدام ونفس الطريقه، ان دي جمله منفصله وبعد كده بقول التناقض في الجمله الثانيه، ولكن دي اكتر رسميه. ده الفرق ما بين however و nevertheless. طيب ناخد جمله عشان نشوف. يعني لما اقول مثلا she was very tired، she was very tired، هي كانت متعبه جدا. nevertheless على الرغم من كده او مع ذلك she continued working، هي استمرت في العمل. فكرتين متناقضتين، هي كانت متعبة جدا ورغم كده استمرت في العمل. قلنا الفرق بين nevertheless و however الاثنين زي بعض، بس nevertheless أكثر رسمية، والاثنين بيستخدموا نفس الاستخدام. ايه هما؟ اللي هو بنعبر عن التناقض في الجملة الثانية. خلصنا الجملة الأولانية وحطينا نقطة وبعد كده nevertheless أو however بعد كده كما بعد كده الجملة الثانية. مش عايزك تحفظ بقى حتة فاعل فعل وhowever أو nevertheless وفاعل فعل، لا مش بنحل معادلات احنا. أنا عايزك تكون فاهم أنت بتكون جملة بعد كده بتنتهي وبعد كده بتقول في الجملة اللي بعديها التناقض، اللي هو بتقول however أو nevertheless وكما وبعد كده بتكمل الجملة عادي. طيب ممتاز جدا جدا. طيب خليني أقول لكم جملة بقى وأشوف هتحلوها ولا لا، ولو عرفت تحلها اكتب لي في التعليقات تحت. لو جيت قلت لك أحمد is angry، أحمد is angry وبين قوسين that's because he doesn't speak to us. طيب حل لي الجمله دي وتبقى شاطر جدا لو حليتها وكتبتها صح، وانا هرد عليك في التعليقات بنفسي. طيب بكده يا شباب يبقى بفضل الله خلصنا الجرامر الخاص بيونت 8 بالكامل، اللي هو تاني يونت عندنا في الترم الثاني. ولو في اي حاجه طبعا مش واضحه قصادك او صعبه اكتب لي في التعليقات وهرد عليك بنفسي، او ابعت لي على رقمي الخاص اللي انا هسيبه لك تحت في وصف الفيديو. طبعا ما تنساش تشترك في لينك جروب الفيسبوك اللي عامله مخصوص علشانكم، وما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. شكرا جدا لمشاهدتكم، اتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.